بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللي كنا صغارين وكان شي واحد كيخوفنا او كيضربنا او كيتعدى علينا، وكنمشيو نحتميو في الاحضان ديال الجدات. وباش يخفوا علينا جده، كتقول لنا يعني شكون اللي ضربك او شكون تعدى عليك. كتبقى تقول لا، علاه كتوصل واحد الكلمه كتقول هذا الله يعطي البطل هذا اللي ضربك، ولا الله يعطي البطل هذا اللي تعدى عليك. وبغيت نعرف اليوم بالضبط شنو هو البطل، حيت هاد الكلمه هذه ممكنش شي كسمعوها وبقات محدوده في واحد نطاق محدد، لسانيا، في اللهجه او ما تبقى من لهجه طنجه. اذا باش نعرف هاد القضيه خصني نتوجه الى شيخ من شيوخ مروضي الافاعي، وهو اخر مروض افاعي في مدينه طنجه، السيد محمد حداش، وهو من انجره، من قبيله انجره، وعاش معنا هنايا مده طويله وعنده ذاكره كبيره في هذا المجال. وغادي نعرفوا منه في السؤال المحدد شنو هو البطل. إذا كنت كتآمن بضرورة الحفاظ على ثقافة مدينة طنجة والحفاظ على الهوية الطنجاوية، فما عليك إلا بنشر هذه الفيديوهات على أوسع نطاق، وكذلك في نشر ثقافة القيم الطنجاوية. فهذه مسؤوليتنا جميعا، وعلينا بنشر ثقافة المدينة المهددة بالانقراض والاندثار والزوال. أما سيدي، دابا يا شيخ، شنو هي العطالة والبطالة والقتالة؟ هما هي فيها المركز، هي راه تما يعني كاينه نوار الفول، كتكون فيها النواره ديال الفول في الطهر ديالها، هذه كتكون قتاله. ولا كانت صفراء وكذا كتكون عطاله، ولا كانت يعني محمره كتكون بطاله. شنو هي هذيك بطالة؟ البطاله فيهم ثلاثه د المركز. صار البطالة دابا. هو البطاله هي الحيه، يعني فيما ضربس يا اخر يضربس الصبع ويبطل له داك اليد ما يبقاش يتجاز. حيت دابا جداتي كانت كتقول اذا ضرب لي شي واحد كتقول له الله يعطيه بطال. دابا بغيت نعرف شنو هي البطالة. البطاله وهي اللفعه، اللفعه هذيك هي البطاله. يا سيدي دابا خصنا نشوفوا البطالة في الصندوق. الصندوق. في الخزين هذا. هذا الخزين. هذا الخزين هذا ما كيدير والو هادي. ها هي. هذه شنو هذه، قتالة ولا بطالة؟ هذه ما قتالة ما بطالة هذه. هذه ما بطالة ما قتالة هذه. أنا محمد حدش. الله يعاون. سلامة. إذا فهمنا من خلال شرح الشيخ محمد حداش بأن البطل ما يمثله في العربية الشلل، والحياة إما أن تكون هي بطالة أو قتالة أو عطالة، وهذه غادي نفهموها من بعد في الظروف الأخرى إن شاء الله رب العالمين. وإلى هنا تنتهي حلقة اليوم أصدقائي، حلقتنا اليوم انتهت، ألتقيكم في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، إلى اللقاء.